السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. وصفتنا النهاردة الكفتة المشوية. هخليكي تعملي كفتة في البيت أحلى من كفتة الحاتي كمان. هتعمليها طعم وريحة خطيرة جدا. فيلا بينا نشوف الطريقة. توكلنا على الله. معايا نص كيلو من اللحمة المفروم. هنزل عليها ببصلاية وسط بشرها ناعم. بس هتصفي البصلاية الأول من ميتها وما ترميش المية. هقولك هنستخدمها في ايه. نص كوب من البرغل كان منقوع في ميه لمده ربع ساعه. بعد كده هتصفيه كويس جدا وتنزلي بيه على اللحمه المفرومه. 2 فص من الثوم مفرومين ناعم. 2 معلقه كبيره من البقدونس مقطعاه ناعم. 2 معلقه كبيره من الليا بشرها اي ليا متوفره عندك. طب لو مفيش ممكن تستبدليها بمعلقه كبيره من السمنه. هتنزلي بالبهارات معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره مليانه من الملح، معلقه صغيره من الكزبره الناعمه، معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، 2 معلقه كبيره من النشا. هي دي الاضافات، مش هتضيفي اي حاجه تاني. بعد كده بايدك هتعجني كويس جدا. عايزين المكونات تنسجم مع بعض وعايزين الكفته يبقى ليها عرق هوريكي شكله. طيب ممكن لو انت مش عايزه تعمليها بايدك تضربيها ضربتين كده في الكبه مش اكتر. شايفين منظرها بعد العجن؟ هو ده الشكل اللي انا عايزاه. كده بقت جاهزه معانا. هتسيبيها ساعه في التلاجة. بالنسبه لميه البصل هنزل عليهم بمعلقه صغيره من الصلصه، معلقه كبيره مليانه من الزيت، شويه من الفلفل الاسود، شويه من الملح. ده بالنسبه لميه البصل. انا هستخدمها في تتبيل الكفته. طب لو ميه البصل كانت كتيره عندك قبل ما تضيفي عليها الاضافات دي ممكن تاخدي منها شويه وتضيفيها على السلطه، بتديها طعم حلو جدا. هستخدم عصيان شيش طاووق اللي هي بالحجم ده. طب لو عندك الارفع ممكن تستخدمي عصايتين مع بعض. هتمسحي العصيان الاول بميه البصل، احنا كنا ضايفين عليها زيت فهتسهل جدا خروج الكفته من العصيان. او تمسحي العصيان زيت بس زي ما تحبي. بس لازم تعملي الخطوه دي علشان تعرفي تخرجي الكفته بعد ما تستوي من العصيان. لما بتبلي ايدك بميه البصل وبتصبعي الموضوع ده بيدي طعم ولون حلو قوي للكفته. زي ما انتم ملاحظين انا بفرد اللحمه المفرومه على العصايه، وحاولي تفرديها كويس ما تعملهاش سميكه قوي ولا رفيعه قوي. بعد كده بصوابعك هتعملي الشكل ده عشان تاخدي شكل الكفته اللي بنشتريه من بره. الموضوع سهل وبسيط جدا، مش هياخد معاكي وقت خالص. ممكن تصبعيها وتحفظيها في الفريزر وفي اي وقت تخرجيها على التسويه على طول. الموضوع هيبقى سهل جدا وتنجز معاكي. بعد كده بتحطيهم في صينية مدهونة كويس بالسمنة. لو فضل معاكي شوية من الصوص اللي هو الصلصة بالبصل ده هتدهني وشها بالشكل ده. بالنسبة للتسوية بتكوني مسخنة الفرن قبليها ب10 دقايق على درجة حرارة متوسطة. هتاخد معاكي تلت ساعة نص ساعة بالكتير. ممكن تقلبيها في النص كده علشان تاخد لون حلو من ناحيتين. زي ما انتم ملاحظين بعد التسوية بتخرج بكل سهولة من العصيان، وده لان احنا دهنين العصيان كويس بمية البصل اللي فيها زيت، او تدهنيها بزيت زي ما قلتلك. الكفتة ما اخدتش وقت في التسوية خالص، طالعة لون وقوام مظبوط جدا. اعتقد ان الشكل بيتكلم عن نفسه، تحسي ان هي جوسي خالص. خطوة اخيرة هتنقلك الكفتة دي في حتة تانية خالص. جبت طبق انا مخصصاه للفحم، او ممكن تستخدمي ورقة فويل وتحطي فيه فحم يكون سخن كنت مسخناه على عين بوتاجاز من فوق. تنزلي عليه بنقطة زيت او سمنة وغطي الكفتة ربع ساعة كده وشمي وكلي احلى كفتة. الكفتة بقت جاهزة معانا. هترشي على وشها شوية كده من البقدونس. الكفتة خطيرة بجد، ريحتها خطيرة خطيرة، يعني مهما اوصف لكم كان لازم تجربوا معايا. شايفين القوام من جوه عامل ازاي؟ الكفتة جوسي جدا. طعمها بالطحينة خطير. انا بحب الكفتة مع شوية طحينة وشوية سلطة وبتبقى كده حاجة خطيرة. بنص كيلو من اللحمة مفرومة عملت كمية حلوة جدا من الكفتة. كفتة اقتصادية مشوية في البيت، طعم وريحة خطيرة جدا. يلا مستنيين ايه؟ جربوها بنفس الطريقة دي وهتدعولي ان شاء الله. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.